صباح الخير والبركة على أحلى متابعين بالعالم، بحبكن كتير. اليوم إن شاء الله رح أبلش هيك روتيني وصباحي بالكابتشينو. هذا ظروفة الكابتشينو أنا بجيبها من الآي بي ماركت. طعمتن كتير طيبة، جربوها صبايا. بيجي معهم هذا ظرف الكاكاو مثل ما شايفين. رح أفضي أول شي الظرف. طبعا أنا بسخن حليب وبحطلن ومي بيصير، بس بحس انه هيك بالحليب اطيب، يعني مو في طيب وفي الاطيب، فبالحليب بيطلعوا الاطيب. وهون هدول المجات كمان باركولي، اشتريتهم جدد وحبيت افرجيكم اياهم. هلا انا شريتهم من المشتريات، بس انا عملت هذا المقطع النسكافيه فعملته بالاول مشان افرجيكم اياهم. شلون انا قدمت فيهم، عن جد كتير حلوين ونوعيتهم كتير كويسة صبايا. نوعيتهم كتير كتير انا حبيتها، وتقال ابدا ما خفاف، وحتى هيك يعني موديلهم انه هيك ما اشبه شي حلو. وانتو كمان عطوني رأيكم، حبيتوهم ولا لقيتوهم عاديات؟ هون مثل ما شفتوا بعد ما حطيت الحليب وحركتهم كتير منيح، رسمت عليهم هذا الشكل هيك، الوجه الضحوك المبتسم اللي هيك متفائل، مشان هيك اخليكم كمان تتفائلوا ببداية الفيديو. هيك مثل ما شايفين صارت جاهزة معي الكابتشينو ورح اشربها. بعدين رح ابلش بالفطور. هون مثل ما شايفين عم بقلي السجق، هي مقلية وجبة وحيطتها على طرف، ورح اقلي الوجبة الثانية. هون عندي هذا الاكميك، اخذته من البيم. كمان بدي اقطعها بالنص، وبعدين بدي كمان افتحها مشان احشيها. طبعا انتو الحشوة اللي بتفضوها حطوها. هلا انا بحط لها كاتشب، وبحط رح احط بندورة، ورح احط فليفلة، ورح احط كمان السجق اللي قلينا، ورح احط الجبنة القشر مبروشة. ببرشها انا، طبعا انا عندي عادة، والصبايا كمان اللي هيك بتلاقوا انه الجبنة عندكم طولت. طبعا في اوقات بناخد جبنة كيلو، فبس اخذنا منها كم قطعة وتركناها هيك فترة منيحة بتبلش رح تعفن معنا او تنشف. فانتو مشان ما تصير معكم هاي الشغلة، فايش بتعملوا؟ جيبوا الكمية كاملة، برشوها وحطوها على اكياس الفريزة وحطوها بالفريزة، وهيك اي وقت انتو بتلزمكن بتطالعوها وبتستعملوها. هيك ما بتعفن ولا بتنشف معكم، وبتضل هيك محافظة على حالها. وكتير عن جد هاي الخطوة اللي بتعملوها كتير بترتاحوا. مثل ما شايفين بعد ما حشيتهم هيك صاروا جاهزات معي. طبعا انا عملت الكمية كاملة وحطيتهم بالمقلاي. طبعا دهنت المقلاي زيت، حطيت لها نقطة زيت، بحط على الطرفين انا زيت مشان هيك تتحمر. وبعد ما كبستهم صاروا معي جاهزات بهي الطريقة. وهي كاسة الجاي كمان جنبهم صارت جاهزة. وهيك فطوري شفتوا خفيف نظيف، سهل بسيط. يعني بتعرفوا أنا عندي روحة سوق، فلازم إنه ما أعمل أطالع لحالي شغل كتير، يعني إنه بحاول أختصر، لأنه لازم ألحق النهار من أوله. روحة السوق كتير بتلهي صبايا، وخصوصا أنا محسوبتكن هون، يعني بتروح على السوق بقى غير قدرة اللي خلقها لترجعها. كتير بتلهى بالسوق، وكتير هيك بحب، يعني الصراحة أنا كتير عندي عادة هذا، بحب يعني يضل عندي أفكار ومعلومات، إنه مثلا الأسعار شلون صايرة، إنه هالقطعة شقد بتسوى، هيك يعني. ما بعرف، بحب أتنور مثل ما بقولوا نحن بحلب بنقول بنحب نتنور. بحب هيك أضل إنه متنورة على الأسعار، مشان أفيد حالي دائما وأفيد اللي حوالي. ومثل ما شايفين دخلت على هذا المول كمان لأفرجيكم شوية هيك بضاعة. هلا ما بعرف، أنا في شغلات بحبها عنده وفي شغلات لا، فحبيت هيك أفرجيكم شي بسيط، يعني مثل هون المجات، وفي كمان مثل ما شفتوا الصحون وهالقصص. هون فناجين القهوة كمان. نقولي شي طقم صبايا وقولوا لي عليه أنا أكتر طقم حبيتوه. أنا عم بفكر أشتري هيك طقم فناجين حلو إن شاء الله، فعطوني رأيكم أنا هو أحلى واحد. هذا أنا كتير حلو حبيته.
وهون انا لازمني كان براد شاي لانه البراد اللي عندي كتير كبير، فحبيت اخذ واحد هيك نمنوم نعوم صغير. وهون مثل ما شايفين هدول الصواني كتير حبيتهم انا. هون سلة الغسيل كمان هي كتير كيوت، كتير عجبتني. ان شاء الله بس لازمني سلة رح اشتري مثلها هي اذا ما طلع احدث طبعا. هون عندي هذا السطل والممسحة، هدول كتير حلوين. كمان الألوان يا جماعة، الألوان بيلعبوا دور كتير كبير يعني بالمنتج. اللون هو اللي بيجذب الزباين يعني عن جد. هون هاي البراشة أنا كتير حبيتها، بس حسيتها يا صبايا ما هي عملية يعني عن جد كتير ضعيفة. ما حسيت إنه إذا بده الواحد يجور عليها بتنكسر. هون عندي هدول الراكوات كمان فرجيتكم اياهم. هلا انا كنت محتارة اخذ طقم راكوات ولا ركوة وحدة. هلا بتشوفوا ايش اخذت انا بالاخير طبعا. وهون عنا هاي الساحة فيها دائما بيتواجدوا هدول الطيور، وهون حبيت افرجيكم حالي. هدول الصحون كمان دخلت على مول تاني. هذا كمان عنده شغلات كتير حلوة مثل ما شايفين. عنده بضاعة حلوة يعني ما أشبه شيء، بضاعته مقبولة. أنا تقريبا بشتري من عنده كتير أغراض يعني أكتر طنجري والصحون اللي عندي وهيك شوية شغلات موجودات عندي اخدتهم من عنده نسيانة يعني. اخده كمان يمكن بلاستيك وهالقصص من عنده، واخده قوالب كيك كلهم اخدتهم انا من عنده. هذا المحل كتير فيه شغلات حلوة. واخدت من عنده مثل ما شايفين هدول المجات اللي شفتوهم، اعطوني رأيكم فيهم كمان. هلا هداكي اول واحد الزهري كتير حلو، وحتى له يعني غطاء له هيك شكل الدبدوب هو، بس ما حسنت افرجيه لانه كتير بمري يعني بيظهر رح يظهرني، فما حسنت اطالع لكم موديله كامل. هون مثل ما شايفين عنا هاي ساحة الكنت، وهدول النافورة كتير حلوة كتير حبيت اصور لكم اياها افرجيكم اياها. هون بعد ما رجعت على البيت وهيك متحمسة انا ومبسوطة بالمشتريات اللي اشتريتهم. اعطوني رأيكم فيهم، حبيتوهم؟ والله انا عن جد حبيتهم يعني، حسيتهم هيك ناعمين ونوعيتهم مقبولة يعني مقبولات بالنسبة لسعرهم، فحسيتهم انه مقبولات يعني. وانتو كمان اعطوني رأيكم فيهم. شايفين سويتهم طقم. هون كمان اخدت هدول كان عليهم عرض وكتير حبيتهم، وانا كتير بستعمل هيك قصص يعني. انا ما عندي من هدول الصحون التقديم. هلا وقت اللي بدي اقدم قطعة كيك انا صحوني اللي عندي كتير كبار يعني، اصغر صحن عندي بيسع قطعتين كيك اقل شي، اما هذا بيسع قطعة كيك هيك برياحية وبنفس الوقت نعوم. هلا هن مبينين على الكاميرا كبار بس هن على فكرة اصغر شوي من التصوير. فكتير حبيتهم. انتوا عطوني رأيكم انا طقم احلى، الغامق ولا الكاشف؟ هنا هو لقيته ارتب وهيك احلى. انا والله الاثنين كتير حبيتهم، ما بعرف حسيت انه الاثنين حلوين. شايفين هدول مشترياتي يا صبايا. وعندي كمان اشتريت كمان قالب الكاب كيك، انا كتير عم يلزمني وصل لي فترة هيك مفكرة اشتريه، وعلى اليوم وبكرة يعني عن جد يمكن من 6 شهور لازمني واكتر، وانا بقول اليوم وبكرة بدي اشتريه. فالله هيك سبحان الله يتيسر واشتريته. كمان في صغير، في قالب اصغر نعم، وفي هذا القالب الاكبر. انا بستعمل الاكبر اكتر. هون بعد ما صارت السهرة يا صبايا فقلت يا بنت قومي لي ساوي لك اكلة حلو، ساوي لك شغلة هيك على هالسهرة غيري فيها جو. وانا اولادي كتير بيحبوا البان كيك والكيك وهالقصص، فانا ماني مشتهية اساوي كيك، فقلت لهم يلا بسوي لكم بان كيك اسهل وسريع يعني ما بده شغل كتير. فمثل ما شايفين المكونات انا يا صبايا رح انزل لكم فيديو خاص بس بالطريقة مع المكونات والشرح كامل. بس انا هون حبيت افرجيكم انه هدول سويتهم انا بالسهرة، عرفتوا؟ فلهيك دمجتهم مع فيديو المشتريات. كمان قولوا لي رأيكم يا صبايا ايش اقدم لكم هيك يعني لقدام، ايش حبيتوا روتين اكتر روتين اقدم لكم اياه، ايش حبيتوا وصفات هيك مثلا في خيطر عبالكم وصفة وما بتعرفوها
فقولوا لي عليها، اكتبوا لي آرائكم وتعليقاتكم، أنا كتير بتشجعني يا صبايا عن جد. هلا أنا ما بعرف إيش بدي أقر، هلكت وأنا عم بقر بقلب هالفيديو يعني. تعبت عن جد. مو مالي متعودة أصور روتينات، فعبلاقي إنه هيك كتير عم بحكي. فقولوا لي رأيكم، هاد البان كيك طلعوا عن جد شلل يعني، ونكهته كتير طيبة صبايا، والولاد كلهم بيحبوه، مستحيل ولد ما يحبه. فبحبكم كتير، وصلت معكم لنهاية الفيديو. بتمنى اللي ما تابعني إذا كنتوا جديدة على القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل ليوصلكم كل شي جديد أنا بنزله. بحبكم، سلام.